من ضمن أغلب المشاكل اللي بتواجه الناس، وبالأخص اللي هي لسه بتبتدي في عالم الgraphic أو في مجال الgraphic design، هو الportfolio أو سابقة الأعمال أو معرض الأعمال بتاعك. هو أنت في حاجتين كده ماشيين توازين أو متوازيين مع بعض، وهو إن أنت علشان تشتغل لازم يكون عندك سابقة أعمال، وعلشان يكون عندك سابقة أعمال لازم تشتغل. طب إيه بقى؟ إيه اللي ينفع الأول؟ إن أنا يكون عندي سابقة أعمال، فساعتها بننصح الناس وبالأخص في البداية إن هم يعملوا إيه، إن هم يعملوا حاجات وهمية. يعني إيه وهمي؟ يعني أنت بتعمل project كده أو تصميم أو أيًا كان اللي أنت بتعمله في المجال اللي أنت حابه ودُست فيه، وبتعرضه على الbehance عندك أو بتعمل بيه معرض أعمال، بتبقى حاجة وهمية، حاجة مش تبع حد أو ممكن تكون تبع شركة بس أنت مش موكّلاك إن أنت تعمل لها التصميم، فبتعملها من تلقاء نفسك بحيث إن أنت تحطها على الportfolio بتاعك، فتقدر إن أنت تسوّق لنفسك بيها وتجيب عن طريقها شغل. طيب الأشكال بتاعة الشغل اللي هو الوهمي دي مختلفة وكتيرة. في ناس مثلًا ممكن تدخل على شركات عالمية وتبتدي إن هي تعمل لها مثلًا هوية، بتبتدي إن أنت تعمل لها تصميمات social، بتعمل لها فيديو motion، فيديو مثلًا كدعاية، أيًا كان زي ما باقول المجال اللي أنت ماشي. بس بما إننا بنتكلم مثلًا عن مجال ال2D أو مجال الdesign اللي هو زي السوشيال ميديا أو الهوية أو الlogo أو كده، فجِبنا موقع حلو أوي بيدّيك زي project وهمي كده وتقدر أنت تبني عليه هوية كاملة أو تقدر تبني عليه portfolio كامل. الموقع ده اسمه إيه؟ الموقع ده اسمه بريفنا. لو أنت دخلت كده وكتبت على جوجل بريفنا هيطلع لك الموقع ده، مش قرفنا، هو بريفنا بالB تمام، علشان بس في ناس بتفكر إن هو قرفنا، لأ هو إحنا ما قرفناش ولا حاجة، هو اسمه بريفنا. الموقع ده أنت بتدخل عليه كده وبتيجي هنا تحدد الحاجة اللي أنت عايز تشتغل عليها، وليكن مثلًا شعارات، social media، هويات بصرية كاملة، تمام. أقفل بس دي. لو أنت عايز تعمل شعارات، لو أنت عايز تعمل logo واحد بس، أو logo خاص بحاجة معينة هو هيدّيها لك، أو social media تصميمات social media أو هوية كاملة بقى، بيدّيك اسم مثلًا مشروع وبتبتدي إن أنت تعمل عليه هوية كاملة. طيب أنا خلّيني مثلًا هاختار social media وأدوس على توليد الأفكار دي أو توليد فكرة، وأدوس هنا أنا لست بروبوت أو أنا لست برنامج روبوت وأدوس على توليد الفكرة. هيجيب لي هنا اسم النشاط solid gym، وصف النشاط نادي رياضي للرجال، العمل المطلوب تصميم 3 بوستات إعلانية لمنصة فيسبوك تتحدث عن المواضيع التالية: أسعار شهرية منخفضة sale مثلًا، اشتراك بدون عقد إلزامي، إن أنا باعمل اشتراك مثلًا الفكرة بتاعته، إن أنا باعمل اشتراك شك شهري أو مثلًا لمدة 3 شهور أو 4 شهور زي الاشتراكات اللي إحنا بنشوفها دي، أو خطة تدريبية مجانية. دي الأفكار بتاعتك. الفئة المستهدفة، لأن هو بيحدد لك هنا الفئة، مثلًا البلد عمان، ذكور وإناث ومن 16 سنة لحد 45 سنة. بُص، هو هنا محدد لك كل حاجة. طيب أنا مثلًا ما عجبتنيش الفكرة دي، ما جاتش في دماغي، خلاص أنا عملت كتير للGym وعايز أنوّع، تدوس برضه هنا وبعد كده تدوس على توليد فكرة تانية. بيجيب لك اسم النشاط رنتير دي، أو أنا يا رب يكون نطقتها صح. وصف النشاط موقع إلكتروني مختص بتقديم الخدمات العقارية، بيع، شراء، إيجار، تمام. العمل المطلوب تصميم عدد 3 بوستات إعلانية لمنصة فيسبوك برضه تتحدث عن المواضيع التالية: أحدث عروض العقارات، إمكانية تحديد الميزانية مسبقًا، استشارات مجانية. والفئة المستهدفة في المملكة العربية السعودية ذكور وإناث ومن 22 سنة لحد 75 سنة. دي أفكار للسوشيال ميديا. دوس بقى يا معلم. ممكن نغيّر، يعني أنا مش عايز أشتغل سوشيال ميديا، ممكن إن أنا مثلًا آجي هنا شعارات، وأدوس برضه هنا وأدوس على توليد فكرة. هيجيب لي ريبايت، متجر إلكتروني متخصص ببيع قطع الكمبيوتر المستعملة. العمل المطلوب: نقوم ببيع جميع قطع الكمبيوتر المستعملة والتي تم مسبقًا التأكد من جودتها. المطلوب تصميم شعار مناسب للمتجر. استخدامات الشعار الأساسية: الموقع الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الهاتف. يعني هو هيستخدم الLogo في الحاجات دي، موقع إلكتروني عندي ويب سايت وهيستخدمها مثلًا في المنصات بتاعة السوشيال ميديا زي الفيسبوك والإنستجرام وغيرها، والapplication بتاع التليفون. الفئة المستهدفة: الأرجنتين،
تمام، ذكور وإناث ومن 18 لحد 35 سنة. طيب آخر حاجة ممكن نشوفها معانا وهي الهوية البصرية أو هويات بصرية، نشوف هو بيدّيني إيه بقى في الهويات البصرية. توليد فكرة، اسم النشاط final fix. وصف النشاط متجر مختص بتصليح وصيانة أجهزة الحواسيب والهواتف من جميع الأعمال من جميع الأعطال الفنية. العمل المطلوب تصميم عناصر الهوية البصرية التالية: شعار يعني لوجو، غلاف لمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك بقى، يوتيوب، إنستجرام، أو لأ الإنستجرام ما عليهوش cover، ممكن الفيسبوك، نكتفي بالفيسبوك، بانر إعلاني للمتجر، وتوقيع رسمي للإيميل، تمام، وأكياس الشحن. كويس، والفئة المستهدفة تركيا، إناث وذكور و18 ل65 سنة. ده الموقع بتاعي بريفنا، بيدّيك brief لproject تقدر إن أنت تصممه ويكون بتاعك أنت وتشتغل عليه، تمام، تقدر تحطه على الportfolio بتاعك أو تحطه على الbehance أو تجيب بيه شغل أو تعلن عن نفسك بيه. فدي حاجة حلوة جدًا للناس اللي ما عندهاش سابقة أعمال ومحتارة أنا هاجيب شغل منين أو هاجيب أعمل portfolio إزاي وأنا لسه ما اشتغلتش، علشان أبتدي أسوّق لنفسي، علشان أبتدي إن أنا أقدّم في شركات أو أقدّم في تدريب أو أقدّم على شغل freelancing.